السلام عليكم. كنتمنى دائما فيديوهاتي تلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده، تكونوا ناشطين فرحانين وكلكم طاقه ايجابيه ان شاء الله. مرحبا والف مرحبا معايا في فيديو جديد. معكم ملكه من قناه لمسات ملكه. في هذا الفيديو غادي نحضر معكم كوكيز كيجي اكثر من رائع، والاهم ان الوليدات كيحماقوا عليه، ومن طبيعه الحال شي حاجه اللي كنحضروها في البيت ديالنا، ماشي بحال ديال الزنقه اولا شي حاجه اللي كنشريوها من الزنقه. ففرق كبير وكبير بزاف، والمهم انه كيجي زوين وكيحماقوا عليه الوليدات. هذا هو الاساس. كما كتشوفوا بالنسبه للمقادير كنحتاجوا جوج بيضات، واحد ساشي ديال الفاني، وكاس ديال السكر سنيده. بالنسبه لي انا ما عمرتوش بزاف، فكيبقى على حسب الذوق، السكر على حسب الذوق، وكاس ديال الزبده المذابه. كما كتشوفوا راه ما عمرتوش بزاف. وغنحتاجوا ايضا واحد الخماره ديال الحلويات، وثلاثه الكيسان ديال الدقيق الابيض. احتاجيت 3 الكيسان بالضبط، يعني عبرت 3 الكيسان وغربلتهم عاد باش حطيتهم في الاناء اللي كتشوفوا معايا. كنخلط المكونات اللي كتكون سائله اولا مع السكر سنيده من طبيعه الحال والفاني، ومن بعد غادي نبقى نضيف الدقيق بالتدريج مع خميره الحلويات. بالنسبه للدقيق، كاين الدقيق اللي كيتشرب وكاين الدقيق اللي ما كيتشربش، يعني كنبقاو نديرو شويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه اللي ما كتكونش قاصحه بزاف، خاصها تكون شويه رطبه باش هكا ما تجيناش قاصحه. فاش كطيب ما تجيناش قاصحه بزاف، يعني كتخليو العجينه تكون شويه رطبه. كنخلط الكل حتى كنحصل على عجين من طبيعه الحال، ومن بعد كنضيف واحد الكاس صغير ديال حبيبات الشكلاط اولا لي بيبيتو شوكولا. كيبقاو على حسب الذوق، الكميه اللي بغيتي كتضيفيها. صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم خليكم مع الفيديو، راهو الشرح نفسه بلا ما نكثر عليكم من الهضره، وفرجه ممتعه. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر.
تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا. ومن بعد ما شكلنا الكوكيز من طبيعه الحال كنحاول انني نكورو، وبالنسبه الكرات كيبقى الحجم على حساب الاختيار ديالكم وداكشي اللي بغيتو. بالنسبه لي انا الطاوه الاولى درتها شويه كبيره، والطاوه الصغيره درتها الطاوه الثانيه درتها صغيره عفوا. صافي البنات كتشكلوا على حساب الحجم اللي بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار. بالنسبه للوليدات كيبغيوهم شويه يكونوا كبار، فكما قلت لكم درت وحده كبيره وحده صغيره. صافي كندخلهم للفران على درجه حراره 180 درجه. من طبيعه الحال الفران يكون سخون من قبل. صافي كنخليوهم تيبداو يتحمروا شويه ونخرجوهم ونقدموهم بالصحه والراحه، كيجيو اكثر من رائعين وكيحماقوا عليهم الوليدات. هذه احسن حاجه ان الوليدات كيحماقوا عليهم. كتعرفوا ان الوليدات كيبغيو اي حاجه هكا تكون حلوه، فمن الاحسن اننا نحضروا لهم بحال هكا حليوات في البيت ديالنا. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم وانكم تكونوا استفدتوا منه من طبيعه الحال. وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه، ومرحبا بكم والف مرحبا. نقول لكم البنات تهلاو في راسكم بزاف. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله وحفظه. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر